الغوطة الشرقية، فسطاط المسلمين، مسقط رأس الشيخ ابن تيمية. تعاني الحصار والجوع، تشكي آلام طامعها، أيتام ثكالى وأرامل، والله لا يخفى عليه جحر ضب. فأنعم الله بأهل الخير من بلاد الخير، بلاد الحرمين الشريفين. العم الشيخ أبو خالد جزاه الله خيرا، الذي كفل ما يفوق عن 640 يتيم، وأهالي المدينة تتقدم له بالشكر والتمني له بالشفاء والمغفرة والرضا من الله. أبكتني صرخات الأيام العم الشيخ أبو خالد جزاه الله خيرا هو من آمر بإنشاء بيت رحمة الخير لرعاية اليتيم في الغوطة الشرقية بمدينة عربين. أرض ميلاد فجري يحبب الليل المغيب. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريب. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير. عيناها نسفها مشتكاها، حزنها وبكاها مسجداها والمسير. سألاها عن بقايا رؤاها، أين يرنو مناها، فأجاب للقدير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريب. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. من قلبي يا حبيبة قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجيب. من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي، أنت من روح الكثير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريب. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريب. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. 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 العيد الأول؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تم بفضل الله عز وجل والمنة منه تسليم مبالغ كفالة الأيتام عن شيخنا أبو خالد شفاه الله وعافاه وأخلف الله عليه بخير. طبعا الرقم من فوق 640 كان في عنا أحداث قاسية نسأل الله الفرج، وكان في عنا أيتام جداد. طبعا المبلغ كان 2500 ليرة عن كل يتيم و6000 كفالة أسرة أيتام. فضل الله عز وجل وصلتهم كلهم بوجود الأعيان، وجزا الله عنا كل خير كل من أنفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عن شهر محرم نسأل الله عز وجل العجل لشهر صفر، الله يفرج عنا وعن الأمة. آمين. الله يعطيكم.